بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معروف عباس، رئيس جمعية نور لولاد الزيان بجماعة موالي الواد، وكذلك رئيس الجامعة الوطنية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب. أنا اليوم اللي جعلنا باش نقوموا بهذه الحملة مع هذا النادي، وهو بعد ما طلعت بأن كاينه 70% ديال الناس المغاربة اللي كيتصابوا بداء السكر وما كيعطيوش واحد الأهمية لهذا الداء السكر، حيث هذا الداء السكر كيقتل المناعة. واللي جعلنا باش نتحركوا وباش نعطيو واحد هاد القبيله كامله ولاد زيان. حنا ما عندناش شي انتماء سياسي وما عندناش شي حاجه، حنا مجتمع مدني. حنا مرحبا بجميع اللي كيسكن في جماعه موالي الواد. حنا هاد الحمله قمنا بها الله يجازي بواحد الناس اللي تعاونوا معنا معنويا ماديا. كنشكر من هذا المنبر السيد القائد ديال قياده الفضلات، لانه لعب واحد الدور كبير وساعدني باش ناخذ ترخيص على صعيد الجماعه، لان كما كتعلموا بان الجماعه ما فيها واحد المستوصف هو يلا كيجهزوا فيه، وحنا قررنا باش ناخذوا هذا المقر على قد الحال ونفرحوا هاد الناس، هاد الساكنه، لان محتاجه لهاد لو تيست ومحتاجه بزاف ديال الحوايج اللي خصنا. حنا كجمعيه راه جمعيه محدوده العمل، ليس حنا ماشي منتخبين، حنا جمعيه مجتمع مدني كنستعدوا حسب القدرات نتاعنا وحسب الحاجيات ديالنا. ومن هذا المنبر كنشكر واحد الناس اللي ساعدوني، وهذا واجب عليا باش نقولوا. كنشكر مجيد مصطفى، كنشكر الدايد صالح، كنشكر معروف حمد، كنشكر معروف هشام، لانهم قدموا لنا واحد الدعم اللي هو معنوي، هيئوا لنا جميع هاد الشيء. وكنشكر كذلك اعضاء الجمعيه اللي هما بدلوا واحد المجهود. واليوم كنقول للساكنه راه المجتمع المدني خاصنا نقويو الجمعيات بزاف، لان المجتمع المدني عنده واحد الدور كبير باش الساكنه تعرف الحاجيات ديالها. انا مستعد، وكما اعطاني القول الدكتور رامي بانني غادي يعطيني واحد الرونديفو اللي هو غادي يكون عن مقاريب، اما في الشهر الجاي اما في الشهر جوج حسب الامكانيات ديالهم. وكنشكرهم بزاف لانه لبوا لي النداء وجاوا معنا حتى لهذا المقر. والله كنشكر هذه الصحافه، كنشكر جميع اللي شارك في هذا العمل الخيري، لانه عمل خيري ماشي سهل باش دير هذا الشيء، لان لقينا عناقل وعراقل، ولكن الحمد لله تخطيناها. لان ماشي سهل باش دير واحد الحمله طبيه او قافله طبيه، لان حتى من سميتو المندوب، انا نحكي لكم كل شيء، لان المندوب ما بغاش يعطيني ترخيص تخوفا، وهذا من حقه، لانه كيقول لك خاص يتقام في المستوصف. شويه اتصلت به الداخليه وعطاوه، قالوا لي مادام هاد الناس محتاجين وكاينه ازمه ديال الفلاحه، وخصنا بعدا غير نهبطوا لهم واحد المغال ديالهم، العقل ديالهم، بان راه كاين لما كانش سميتو راه حنا كنباليو بالصحه ديالكم وكنديروا جميع ما في الجهد ديالنا. ومن هذا المنبر كنشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحمداوي عبد الرحيم، نائب رئيس جمعيه نور ولاد الزيان. في هذا اليوم المبارك كنشكروا بشراكه مع وتعاون مع نادي ليونيز للاطباء بمدينه الدار البيضاء، اللي جاوا عندنا لباو الطلب ديالنا وجاوا عندنا باش نعملوا واحد الحمله طبيه لفائده سكان المنطقه، منطقه ولاد الزيان ككل. بهذه المناسبه كنشكر جميع الحضور، وكنشكر السلطات المحليه والسلطات الاقليميه اللي تعاونوا معنا في سبيل انجاح هذه المبادره الطيبه. كما كنشكر الاخوان الصحفيين اللي حضروا معنا في هذا الصباح هذا رغم قساوه الظروف، رغم الشتاء. ونتمنى ان شاء الله تكون هذه بادره مزيانه وبدايه موفقه للجمعيه وبدايه موفقه للنادي ليونيز للاطباء اللي تعاونوا معنا، وعلى راسهم الدكتور رامي اللي لبى الطلب ديال الجمعيه وحضر بمعيه الفريق ديالو. كنشكروا جميع الاخوه الحاضرين، ونوجه الشكر للسيد رئيس الجمعيه اللي كيقوم بمجهودات جباره لإنجاح جميع أنشطة الجمعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجد، ساكنة ديال ولاد الزيان.
الحمد لله القافله مزيانه تتعاون الناس بعدا المستضعفين اللي ما عندهمش ما والتطبيب هنا بعيد شويه، السبيطار رايب خاصنا نمشي حتى لبن سليمان، وبنادم هنا راه المهم الحمد لله طوعت هذه الجمعيه بعدا راه غتعاون الناس هنايا بعدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم حميد الحمداوي من الساكنه دوار الغواوته ولاد زيان بالضبط. كنشكركم على الحضور وكنشكر القافله الطبيه وكنشكر الجمعيات النور ولاد زيان تبارك الله عليهم بكل صراحه. يعني هادشي اللي ما كانش عندنا واحد الوقت كنا كنتمناو حنا شي حاجه تكون جديده، شي حاجه شي تعاون وطني، شي حاجه ما كاين والو. تدخلوا هاد الناس هاد الجمعيات النور الحمد لله تزادوا شي حوايج ولينا كنشوفوا. المهم كاين الجديد الحمد لله كنشوفوا بعدا غيكون الجديد ان شاء الله وكاين الخير. ويعني شحال من سنه وحنا دابا واحد 20 سنه تقريبا ما كاين شي حاجه جديده ما كنشفناهاش لا من الجماعه لا من ما كاينه بصفه عامه شفنا والو. ولكن الحمد لله كنقول انا ان شاء الله غيكون خير مع الجمعيه بعدا بداو قادوا شي حاجه كيصاوبوا لينا شي كاين لا مرافق لا والو. لا هذا اللي بغيت نسولك عليه المرافق الترفيهيه المستشفى الاقليمي كاين شي حلول بحال هادو هنا في المنطقه الان؟ لا ما كاينش كاين ولكن بعيد علينا. كاين في حد ولاد زيان جماعه موالي الواد كاين تما، ولكن بالنسبه باش الانسان يتنقل حتى تما كاين وليدات صغار كاين رجاله يعني مسنين ما يقدروش يمشيو حتى ديال الطريق من هنا شي 6 كيلومتر بحال 7 تقريبا. وسائل النقل لا وسائل نقل ما كايناش. لا ما كايناش